في فنان ربما الاسم ما يتذكرهوش كتير من الناس، لكن الشكل اعتقد انه حضراتكم تتذكروه في مسلسلات كتير وفي افلام كتير. يعني انا اعتقد ان انا يعني من ضمن الافلام اللي انا شفت فيها كان ناصر 56. شفته برضو في بعض الافلام الخاصه شفته تقريبا في الليالي الحلميه، اعتقد برضو كان شكله اذا كنت انا صائب يعني في بعض الاعمال. هو قدام حضراتكم اسمه الفنان يوسف العسال. الاستاذ يوسف العسال الحقيقه حسب صحيفه الوطن، واذا كان ده طبقا لروايه حقيقيه في وزاره الداخليه، بس حد ممكن في وزاره الداخليه يؤكد ده حتى للزملاء، يعني لو ما فيش امكانيه ان هو يخش على التليفون يؤكد للزملاء هل الروايه دي صحيحه ولا لا، لانه ده يعني نوع جديد من انواع او نوع متكرر من انواع الاعتداء على المواطن والاعتداء على الشقق والاعتداء على العمارات. وبنقول وهنفضل نقول مفيش حاجة يعني توازي حياتك ده حاجة كبيرة قوي. انك تعرض حياتك للخطر عشان حاجات تافهة، يبقى ده امر. انا ما بتكلمش طبعا عن الاستاذ يوسف العسال الله يرحمه، انا بتكلم على المواطن عموما. انت ساكن في عماره فيها 4 ادوار فيها 5 ادوار، ليه ما تحطش كاميرات بره؟ وليه ما تحطش كاميرات في الدور اللي انت فيه؟ يعني محتاجين شويه نفكر في المساله دي بصوره كبيره بقى، لانه ترك الامور الشهر الجاي هنعمل، الشهر اللي بعدها هنعمل، لا معلش اصل ما معناش فلوس، لا ما مجلس اداره العماره اللي انت فيها مش عايز يعمل، اعمل انت وتكلف، معلش اتكلف. لكن انه نسيب الامور كده وكل من هب ودب يخش العماره ويعمل ما بدا ليه، وممكن يتعاون معاه الامن بتاع العماره، يمكن يتعاون معاه بواب العماره، وممكن برضه ما يتعاونوش معاه. طيب الأستاذ يوسف العسال الله يرحمه في وفاته عبرة، وفي طريقة الوفاة نفسها عبرة. يعني احنا في الموت من أراد عظة فالموت يكفيه. اللي عايز عظة الموت بس بحد ذاته. ودايما نقول لحضرتك اما يكون في جنازة يبقى امشي وراها، عشان دايما الجنازة لما تكون قدام عينك تتعلم، يبقى في يعني عظة وعبرة. طيب ايه اللي حصل للاستاذ يوسف العسال حسب صحيفة الوطن؟ اللصوص خبطوا على الباب حسب الوطن، قالوا ان هم زوجة الاستاذ يوسف العسال قالت مين اللي على الباب؟ قالوا احنا كشافين الكهرباء. فتحت الباب زوجة الاستاذ يوسف العسال، لقى الناس داخلين عليها، للأسف ضربوها أو اعتدوا عليها، واعتدوا على الأستاذ يوسف العسال وخدوا 200 جنيه اللي لقوهم قدامه. كده الأستاذ يوسف العسال تم الاعتداء عليه، الأستاذة زوجته تم الاعتداء عليها، استغاثت بالجيران بعد ما خد ال 200 جنيه. 200 جنيه خلي بال حضراتكم، الخبر بيقول انه 200 جنيه، استغاثت بالجيران والحراميه مشوا. الاستاذ يوسف العسال كان متأيد، يعني هو لم يقتل جنائيا، هم أيدوه في المكان اللي هو فيه. لما جم استدعوا الناس، زوجة الأستاذ يوسف العسال استدعت الناس عشان أو الجيران عشان يجوا يخلصوهم من اللصوص دول، بيكلموا الأستاذ يوسف العسال لقوه مات. إذن الأستاذ يوسف العسال مات خوفا، عامل نفسي
عامل نفسي. هم ما ضربوهوش بسلاح، هم مثلا زقوه أيدوه، لكن ما ضربوهوش. ما فيش ضرب اللي هو الضرب اللي يؤدي إلى الموت. لكن هو الراجل لما حس إن في حاجة زي دي مش متعود عليها، وهو زي ما حضراتكم شايفين كده يعني برنس في الصورة كده، تحس إنه برنس. وفي المسلسلات بتاعته عمر ما طلع بدور أكتر من برنس، يطلع بدور كده ابن ناس، ويبدو إنه خواجة مثلا، ابن ناس، حاجات كده يعني. واحد أجنبي شغال في قناة السويس في نصر 56. فالتاني لفظ حسب صحيفة الوطن، لفظ الأستاذ يوسف العسال أنفاسه بسبب الخوف. بسبب الخوف. طيب، من كام يوم كنا بنقرأ خبر عن 3 برضو ارتكبوا جريمة قتل، ومنهم بنت ومعاها 2 من الشباب ارتكبوا جريمة قتل، وروعوا الآمنين وروعوا المواطنين. وبرضو بيخبطوا على الشقق ويخشوا الشقق يقولوا عايزين ايه؟ تفتح باب الشقة، خير يا فندم، يقول لك لو عايز حضرتك نطهر لك الحمام، القعدة بتاعت الحمام والحمام من جوه، وجايبين لك كده كم بتاع معاهم، كم بخاخة وبتاع، ويخشوا يعملوا الحمام. عايز كام يا فندم؟ 70 جنيه 80 جنيه، وياخدوا ال 70 80 جنيه. انا بقول لحضراتكم الموضوع ده انا مريت بيه، يعني مراتي في البيت مرت بيه. وبالتالي انا مثلا لما بروح بتقول لي والله ده حصل النهارده كذا 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 كذا. الحمد لله بنحاول نقول لاولادنا خلي بالكم. حتى مراتي تقعد تقول لي خلي بالك، يعني هي اللي تقول لي ما تفتحش الباب، لا قول مين الاول. وانا ساعات بيني وبينكم كده افتح الباب من غير ما اقول مين، لكن لا، بعد كده مش هفتح الباب الا ما اقول مين، واتاكد ان اللي بره فلان. الاربعه اللي كانوا جم من كام يوم كده قالوا ان احنا استخدمنا حيله جديده. ده كده ايه؟ عامل زي المتفجرات، شايفينه حضراتكم؟ زي المتفجرات اهو، 2 زي المتفجرات اهو، شكلهم مش كده اهو، الحاجات اللي بتتفجر ماشي. هما خدوا سوسيز معاهم بنفس الرابطه كده، ودخلوا الشقه، ولد معاه رابطه سوسيز، والتاني معاه رابطه برضه، ودخلوا ارهبوا صاحب البيت، ونزلوا صاحب البيت لاقرب فرع للبنك اللي بيتعامل معاه، واجبروه انه يسحب فلوس، والا المتفجرات اللي في البيت هتنفجر. يعني سابوا المتفجرات دي في البيت اللي هي السوسيز، سابوه في البيت على اساس انها ديناميت، يعني سابوه كده في البيت، وقالوا له هتروح تقبض او هتروح تسحب لنا فلوس من اقرب فرع للبنك لك وترجع، وما تبلغش البوليس ولا اخره، ولو حسينا باي غدر منك الاثنين دول هيفرقعوا في البيت. يبقى احنا عندنا نوع جديد، وهم سوسيس في الاخر زي ما بقول لحضراتكم. ده سوسيس اخونا عبد الله اهو، سوسيس والراجل مروقه، ولا الكيس ب 20 جنيه يسحب مثلا 200,000 جنيه. انا ما بقولش لحضراتكم انه ممكن 48,000 صح 48,000. انا ما بقولش لحضراتكم انه انتم ما تعملوش حسابكم، لا اعملوا حسابكم. ولما واحد يخش بحاجه زي دي لو في الشارع انا هفتكرها برضو متفجرات، بس هي سوسيس زي ما بقول لحضراتكم اهو، يعني نوع جديد من ارهاب المواطن. الحل ايه هنا؟ الحل ان انا اخد بالي العمارات اللي الشقه بمليون جنيه وبنص وبمليون ونص وبمليون و200,000 واللي ب500,000 واللي ب400,000 وانت مش مركب عندك كاميرا ولا جايب امن، والكلام ده انا بقول للناس بعينهم، ولا جايب امن، وما عندكش الا بواب واحد، وكل ما الناس في العماير يجي يتكلموا يا عم لما انا اقول لك لا ما هو اصل هنجمع فلوس، اصل ما حدش عايز يدفع، ومنتظرين في العماير دي ان واحد يتقتل.
هو كده احنا ما بنتحركش الا رد فعل، ما بنعملش حاجه صح. احنا ما بنعملش حاجه صح، ولازم العماير دي، ده انا في المهندسين 90% من العماير بواب موجود. الامن تلاقيه بيروح يشرب شاي ويرجع، تخش العماره ما تلاقيش اي حد، وخصوصا العمارات الاداريه. العمارات الاداريه انت داخل رايح فين يا فندم؟ رايح للدكتور الفلاني، بيسيبك ما بيفتشكش، وانت ممكن تاخد 2 سوسيس وتسرق 2 مليون جنيه من العماره بالاثنين السوسيس دول. اجي لعبد الله اقول اديني سوسيس، عبد الله اديني سوسيس، اروح اسرق بيه وارجع سوسيس لعبد الله. طب وبعدين؟ فيعني دي ملهاش علاقه بالدوله، ده تامين نفسنا بس. وما تفتحش تاني الباب الا ما واحد، او تتاكد انه الامن بتاعك هو اللي جايبه، انه هذا الشخص انت بتتعامل معاه، انه يكون ليك حاجه تحميك في البيت. ما تفتحش الباب لاي حد، لان الامور ما بقتش مصانه بالطريقه المطلوبه. وربنا يعافيكم جميعا يعني. انا بتكلم في الاطار ده تاني عشان موضوع السرقه المتعدده في الفتره الاخيره، وبقت المساله زي ما بيقولوا كده على عينك يا تاجر يعني. والشرطه احنا بننادي الشرطه بعد ما الامور تخش في اطار تاني.